سيدي القائد. طارح ما بقى فينا نسيطر عليها. الو. ثقيل مناطق ادلب. مثل ما قلت لكم ما بعرف يا بشار ويا حار. في اوامر من سياده الرئيس. كرامي سيد الرئيس. كويسه الحركه. ما لنا غير نخليهم يدافعوا بدل ما. بالنسبه لحلقه ابتسم الجنرال اللي طلعت امبارح مشان انتخابات بشار وشلون صارت؟ بترشاك بس اسمعني. خلصت كلامي نفذ. أمانة ما في أحق. صبيحة اليوم التالي أصدر عبد الحليم استاذ مكسيم خليل معك. خايف اقول حل ما يعجبكم. بدي أتوجه لأهل إدلب، أهل الريف الجنوبي يعني. هكذا بدأ. بس من كتر ما مشلوش القصد بالموضوع قلت حالي اكيد في شيء مزبوط. تصير بنص الشارع. حيدر نمس وما بيعمل هيك قصة إلا يكونوا معلوم. كرامي سياده الرئيس. حنين بشار. أوكي بليل. ابتسم أيها الجنرال، بطولة مكسيم خليل وسوسن أرشيد. بتحب تلعب دور الرئيس بشار الأسد؟ والله إذا مكتوب شيء نص حقيقي فيه شيء بيشبه مثلا هاوس أوف صدام مثلا بوس ايدك لا تهد الدنيا فوق روسنا. بس بقى أعطينا. بالنسبه لقضيه الناصري هي حبكه دراميه ومعروفه والنظام. Arkadaşlar videoda selam veriyoruz. Hepiniz aynı anda iyi büyük oyuncusunuz. القبل هو اللي صار، القبل هو اللي وصلنا. كشف تقرير حيدر نمس وما بيعمل هيك قصة إلا يكونوا مخبين شيء. والله اذا كان هذا اكثر شيء بوجعك. اخر مره رحت مدللة أبيها والعربية المتحدة. ابتسم أيها الجنرال، مسلسل كتير لذيذ وحلو عم ينعرض. أوكي. سيدي اللي زرع القنبله الضابط العامل. اليوم بدي اقول 100 اهلا وسهلا استاذ مكسيم ومدام سوسن، عن جد والله نورتونا. Abdülkadir Salih Hilal Haber'e. منال الأسد زوجة المجرم ماهر الأسد بتغريدة على تويتر تقول أن مسلسل ابتسم أيها الجنرال من بطولة الخائن مكسيم خليل هو هدفه تشويه سمعة عائلتنا وقياداتنا وجيشنا. قاعد اسمع صوت حصين. تفاصيل النشرة. تصاعدت ردود أفعال الشارع السوري مع تصاعد الأحداث شيئا فشيئا في مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي بدأ عرضه في الموسم الرمضاني. السلام عليكم. الكل يتفق على أن مسلسل ابتسم أيها الجنرال يعتبر نقلة نوعية في ابنها كان مستلم فرقة 93 فرقة تحقيق. عاد لما سمعوه ما يحكوا جماعة أمن المسلسلات على الموبايل وما ينفعش حكي على الجنرال. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. حابب ما اطول عليكم في هذا الفيديو بعد طول غياب عنكم. يعني حابب إن ما في كمان تقارن، انت تقول والله العظيم انه والله طريقه الاخراج ومش عارف ايش، في فرق. بالنسبه لحلقه ابتسم الجنرال اللي طلعت امبارح مشان انتخابات بشار وشلون صارت؟
من كاليفورنيا تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة مجد جدعان. قد يحصل أن تسمى الأشياء بغير مسمياتها أحيانا وتعطى أسماء جديدة دون الإشارة إليها مباشرة في محاولة آل الأسد يفقدون صوابهم ويلاحقون الفنان مكسيم خليل مع بدء عرض مسلسل ابتسم أيها الجن. قاعد اسمع صوت حصيني ملبس بواب دجاج.